ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بصوا عمال اقول لكم تعالوا شوفوا اللي جرالي واللي حصل لي. في واحدة تتصل بحد الساعة 10 وتقول له ده انا جاي لك في الطريق. ده بقول لك ايه، دي الواحدة دي مرات اخويا. ها مرات اخويا يا قلبي منك ليها. مع موقفالي في زوري دايما اوقاتها كده غريبة مش متفقة معايا. ماشي. اتصلت بيا. ايوه يا مولا حبيبه قلبي، جايلك في الطريق. يا ترى عامله لنا اكل ايه؟ قلت لها لا يا حبيبتي والله انا ما كنتش لسه يا جماعه، والله كنت اقطع بصل و... وكنت هعمل كشري. البصل ده كنت هعمل فيه كشري. وبعدين انا عارفه ان هي بتحب اللحوم. لو عملت لها كشري تقول لي ايه ده، انت عامله كشري؟ ايه ده، هو انا جايالك عشان اكل عندك كشري؟ طب امال انت عايزه ايه؟ بص بقول لكم هنا، ده انا حاطه لها قرون شطه قد كده عشان تولع في دماغها. ها، عشان تولع في دماغها بقى وتنام، وكترت البصل عشان تتخمد. المهم قلت لها حاضر يا حبيبتي من عيوني، تنوري تيجي تنوري وتأنسيني. اعملي ايه يا بنتي يا امل، تعملي ايه يا بنتي يا امل؟ قلت لا، هعمل ايه، العمل عمل ربنا. سك يا بنتي على الكشري وتعملي ايه، طلعي وراك. ما كدبتش خبر يا جماعه، طلعت الوراك. كان عندي 4 وراك ولا حاجه. هي جايه لوحدها. قال جايه تبص عليا عشان وحشتها. انا وحشتها. ها. المهم وقفت وقفتي دي كده. كانت الساعه 11 بالليل. طب وانا ايه ذنبي يا جماعه؟ ها، انا ايه العقاب اللي انا فيه ده؟ وليه انا اقف؟ بصوا بقول لكم يا خساره الضوافر، يا خساره ضوافري. ها، ما لحقتش اتهنى ولا افرح في المطبخ من ساعه ما عملتهم وانا في المطبخ. قلت بقى هتهنى ده عيد بقى وهقعد. مفيش فايده يا جماعه، المتعوس متعوس ولو حطوا على راسه فانوس. المهم زي ما انتم شايفين كده، حطيت بصل كتير وقلت يا بنت تعملي لها صينيه وراك ببصل كده وقرنين فلفل، وكترت في الفلفل عشان توحوح كده وينزل على مروحها بحرقان. ها، عشان ما حدش بيجي لحد الساعه 10 وهي مش تيجي الساعه 10، مكلماني الساعه 10. ما حدش بيجي لحد كده ويقول له انت عامل لنا اكل ايه النهارده؟ ها، انت مش عارفه ايه. اهو بصوا، وروقت عليها وتوابل ومش عارفه ايه، هعمل ايه طيب؟ والله والوراك زي ما انتم شايفينها في الحوض كده كانت لسه متجمده. ما هي مش هتلحق تسيح، بس هنسيح ابوها علشان خاطر اللي جايه دي ما بيملاش عينها على التراب. ها، لا مؤاخذه يعني. المهم ما جدبتش خبر الخطر ايه، بص لساني اتعوج والله من القرف اللي انا فيه. ورحت عامله شويه رز جنبها. وبعدين لقيت بقى ايه، قلت ايه هي يا دوبك كده كفايه عليها. هعمل ايه وحد بيطبخ ولا بيخش المطبخ الساعه 11 ولا 12 بالليل؟ حرام كده يا جماعه والله. قلت سريعا كده. اهو زي ما انتم شايفين بصوا. اهو. ورحت لقيت بقى صينيه، والله يعني انا كمان استكترت الوراك والفرير كتير والله. وبعدين لقيت الصينيه صغيره، قلت لا ده انا هكبهم في صينيه كبيره علشان حتى لما احطها قدامها تلاقي ان الصينيه كبيره كده ماليه العين كده. ورحت اهو. بصوا، بصوا البصل قد ايه عشان تنام. ما انت ما تكتري بصل كده في الاكله يتعمر دماغهم ويتخمدوا يناموا، البصل يتقل عليهم. اهو زي ما انتم شايفين حلاوتك يا امل كده وانت واقفه مسيطره في المطبخ، ولا يهمك ضوافر ولا يهمك لبس ولا يهمك اي حاجه. والله يا امل ما في منك اتنين. معلش بقى يا جماعه، يعني بفخم في نفسي وانا لا اللي يفخم فيا، بفخم في نفسي هعمل ايه؟ خلاص. وحطيت معلقتين صلصه، ما بحبش الصلصه كتير، حطيت معلقتين صلصه كده اهو. وكنت هقطع بطاطسايه، قلت لا يا بت وانا اقلبها صينيه بطاطس. وحطيت حبه زيت ودمتم على كده، وكان الله يحب المحسنين. اهو بصوا، حبه ملح كنت ناسي احط الملح. وحطيت ميه اهو، لان انا بعملها كلها ني في ني. وقلت يا بت حطيها على الفرن وكبري دماغك عبال ما تيجي وكده اهو تكون وهي سبحان الله والله الصينيه فعلا. علقت عليها البوتاجاز. علقتها على البوتاجاز فوق شويه، ما انت بتحطيها على البوتاجاز شويه تاخد وتدي كده غلوتين في بعضها. وبعدين بتقومي مدخلاها الفرن. تفتحيش الفرن كتير عشان الانابيب غليت، انا لسه عندي انبوبه يا جماعه ان شاء الله نركب الغيز ان شاء الله باذن الله. لسه عندي انبوبه فالفرن بيسحب بصراحه. فرحت حطاها، انت بقى لو عايز تحطيها في الفرن من اولها حطيها، دي تبقى جميله تستوي كده على نار الفرن تبقى اجمل. المهم حطيت شوربه ميجي وقلت والله اهو، كنت جاي من بره قلت نزلت جبت لها موز. قلت ما انا عارفه هتيجي مقشفره ومش هتجيب لها حاجه وانا محتاجه، بتيجي ايد ورا وايد قدام مش فالحه، بس غير تقول لي انت عملتي اكل ايه. يا حزنياني، يا حزنياني مطرطر قد كده، حزني والله مطرطر قد كده.
المهم وعملت شويه رز، قلت يا بت ايه، يبقى العيش والرز، حبت تاكل بالعيش تاكل تتنيل، ما حبتش تاكل بالعيش ادينا عملت رز، عملت اللي عليا. لا ده انا امل ايه تعجبكم قوي، وكريمه في نفسها كده وحلوه قوي يا جماعه، والله مش شكرانيه في نفسي، ده انا عاجبكم قوي 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 اهو. وانا بحط الاكل مش طايقه نفسي، مش عشان حاجه والله يا جماعه، مش عشان الاكل ولا الشرب، بس اصل ما حدش بيتكلم حد الساعه 10 بالليل ويقول له انا جاي لك. بصوا بقى، بصوا صينيه الوراك بقت كانت عامله ازاي، قمر، وعماله اقول شوفوا، شوفوا يا جماعه، شوفوا الجمال والحلاوه جميله، تتاكل كده من غير اي حاجه والله، اهو. وجبت المخلل انتي اهو. نورتي. الحمد لله. انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ اتفضلي. ايه ده؟ انا عامله ده. هو ده الاكل اللي انت عاملاه؟ ايه يا حبيبتي اللي انا عاملاه؟ عامله لك فراخ. ده ليله عيد، الناس دلوقتي لما بتجيب فراخ بتزغرط في عبها. ماله الفراخ؟ ما اعرفش بقيتي عامله اهو. ليه كده. عامله كده ليه؟ عامله ايه؟ مش عاجبك الفراخ؟ لا مش عاجبني. خلاص ما تبقيش تيجي تزورينا تاني. كفايه ان حد بيجي اصلا يزورك ولا يكلمك. هو انت بتيجي عشان تاكلي ومش عاجبك الاكل كمان؟ عموما انا عامله لك، جايبه لك موز. موز؟ اه. اموزه؟ اموزه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش هاكل اصلا. ما تاكليش يلا. مش يلا شايفه ان اتكلي. انا تعبانه اساسا؟ ايه تعبانه؟ ما احنا عاملين لك اهو فراخ حلوتك اهو. ولا جبتي لي شوربه ولا حطيتي لي شوربه. اه لا ونوز اهي. وانت داخلنا بايه يعني عشان نجيب ونعمل؟ لا الناس برضو لما بتزور حد بتخش لا له. انا تعبانه. ايوه انت تعبانه، الناس لما بتزور حد بيخشوا في فاكهه، طبق حلويات. خلاص انا هدوق واقول رايي، عجبني عجبني، ما عجبنيش خلاص بقى. طب ده اللي عندنا يا حبيبتي، يلا بالهنا والشفا.